في زي النهاردة 1 يونيو 1949 حصلت حاجة ما ينساهاش الأدب العربي. رحل شاعر القطرين العظيم خليل مطران. لكن مين هو خليل مطران؟ وليه لسه اسمه بيترنم في قلوب الناس لحد النهاردة؟ خليل مطران اتولد في بعلبك لبنان سنة 1871، لكن مش أي حد بيتولد كده عادي. ده اتعلم في أحسن المدارس واتعلم من أعظم الأساتذة الأخوين خليل وإبراهيم اليزجي، اللي علموه مش بس اللغة لكن كمان روح الشعر والبيان. وأكتر من كده، خليل ما وقفش عند حدود لبنان، سافر باريس قلب أوروبا الثقافي، وهناك دخل عالم الأدب الأوروبي وعاش فيه وعشقه. وبعدين جاله القرار اللي غير حياته، الانتقال لمصر. مصر اللي كانت وقتها مركز الثقافة العربية، وبدأ يشتغل محرر في جريدة الأهرام العريقة، وكمان أسس مجلات وصحف كان ليها تأثير كبير زي المجلة المصرية وجريدة الجوائب المصرية اللي كانت صوت الوطنية ومناضلة من أجل حرية مصر. وبينما كان بيكتب، خليل ما كانش شاعر بس، كان كمان مترجم كبير. تخيل، ترجم كتب زي الموجز في علم الاقتصاد مع حافظ إبراهيم، وده مش بس ترجمة، ده كان تبادل أفكار وثقافات بين الشرق والغرب. وكمان جاب مسرحيات شكسبير للعالم العربي وساند المسرح القومي المصري. في 1908 ظهر ديوانه في 4 أجزاء، وكان ده علامة فارقة، لأنه مش بس كتب شعر، ده جدد في الشعر، حرره من القيود القديمة وأدخل له روح جديدة خلت شعراء كبار يتأثروا بيه زي إبراهيم ناجي وأبو شادي وشعراء المهجر. لكن إيه السر اللي خلى طه حسين يقول عنه: أنت زعيم الشعر العربي المعاصر وأستاذ الشعراء العرب، أنت اللي خليت حافظ إبراهيم ما يغلطش في شعره، وخليت شوقي يحافظ على التوازن بين القديم والجديد. كلام كبير صح؟ الحكاية ما وقفتش عند كده، لأن مصر عملت له مهرجان كبير جمع فيه كل كبار الأدباء والمفكرين عرفوا بجد إيه قيمة الراجل ده. وفي النهاية خليل مطران مات في نفس اليوم ده سنة 1949، لكن اسمه وكلماته لسه بتعيش، وكأنه بيقول لنا: الشعر مش بس كلام، الشعر حياة.